والله مش عارف هل ده احساسي بس ولا في حد حاسس زيي ان اللعيبه دلوقتي بقت حاسس ان هي بتقول ان هي مصابه عشان ما تروحش المنتخب او ما تروحش المنتخبات. عندك كذا لعيب سبحان الله فجأة كده اللي هو ايه، عنده شد عضلي بس والله عايش هغيب اسبوعين، عنده اصابه صغننه بس كده هتغيب اسبوع، اللي هو الفتره بتاعه التوقف الدولي. فانا بقى قعدت افكر قلت الله طب ده ممكن يكون سببه ايه، يعني ممكن تكون المشكله هنا حاصله ليه بالظبط. لقيت ان هو لما قعدت افكر كده قلت هو مثلا السنه دي مثلا من بدايه الدوريات او بدايه السنه يعني، هو في كام ماتش كان حلو، كام ماتش كده الواحد كان قاعد على اعصابه كده وماتش حلو كده تتفرج على كوره، تتفرج على كوره امتى يعني. دلوقتي بس الدوري الانجليزي بقى له 10 ماتشات 11 ماتش، زي الدوري الاسباني ونفس الكلام برضو الدوريات التانية. لقيت مثلا ان انت عندك ماتش، يعني لو بنتكلم مثلا على ماتش برشلونه وريال مدريد، الفريقين لعبوا حلو فتمام ده ماتش. عندك مثلا كان ماتش اللي هو ايه اليوفي والانتر، ماتش تاني. حد يفكرني بماتش تالت. الكوره نفسها ما بقتش حلوه، وانا حاسس ان الكوره ما بقتش حلوه. انا حاسس ان انا لما كنت بتفرج على كوره وانا صغير، الكوره كانت شكلها احلى من كده بكتير، الكوره كانت ألذ من كده بكتير، الماتشات كانت ممتعه اكتر من كده بكتير. انا افتكر مره ان انا قعدت واصحابي، انا واصحابي على القهوه، كان ماتش ليفربول ودورتموند. كان لسه كلوب اول سنه يمسك، كان لسه ماشي من دورتموند ورايح على ليفربول. الماتش ده الناس كلها اتفرجت عليه لانه كان ماتش ممتع جدا، في جوان كتير والدنيا كانت صعبه والموضوع كان مخيف كده. لكن دلوقتي الماتشات بتحسها بقت سخيفه جدا. السيتي كمان وحش، برشلونه تقيل قوي، ريال مدريد وحش قوي، الفرق كلها تحس انها تعبانه. ماتشات المنتخب بقت ملهاش لازمه بالنسبه للناس، سواء المنتخب المصري او المنتخبات اللي بره. تحس ان الدنيا ما بقتش اللي هو مفيش حاجه اسمها المنتخب هيلعب. مش منتخب مصر، انا بتكلم على اي حاجه، اي منتخب حتى لو في اوروبا. يعني دلوقتي ممكن انت مثلا يبقى في ماتش مثلا بتاع فرنسا والارجنتين بيتلعب دلوقتي، هو تلاقي مثلا صباح الفل الناس مثلا بتتفرج وبتتشل كده مثلا وماسك تليفونه وبيقلب. فالموضوع ده قعد استوقفني كتير قوي، اللي هو احنا ليه بقينا كده اصلا؟ هو احنا ليه بقينا ما بنحبش، او الكوره نفسها ما بقتش حلوه قوي كده؟ فلقيت ان بصراحه كل لعيب من دول بدل ما كان مطلوب منه مثلا يلعب 30 40 ماتش في السنه، بقى بيلعب 80 90 ماتش، ولسه هيزيدوا كمان. فالموضوع بحس ان هو خلاص هو بدا بقى، هو حرفيا هو طول عمره تجاره، بقى له كتير قوي تجاره يعني. دلوقتي انا حاسس ان هو التجاره زادت قوي، الموضوع بقى دمه تقيل. اللي هو كل لعيب خلاص اللي هو ايه، يا عم انت عشان هتديني فلوس زياده هتذل ميتين اهلي معاك، هتفضل تلعبني لحد ما تخسي. انا لعيب دلوقتي، انا اعتقد اي لعيب دلوقتي من العيال من الشباب اللي نازلين جداد والشباب الناشئين والشباب الصغننه، كل لعيب من دول ما اعتقدش انه هيكمل بعد ال 30 مثلا كوره. لانه خلاص هو اصل انت لما تقعد تلعب الماتشات دي كلها انت هتعرف تجيب طاقه ازاي انك تكمل بقيه الموسم او بقيه السنين اللي فاضله لك. فالموضوع ده محتاج، يعني الموضوع ده محتاجين نعمل فيه حاجه بس مش عارف نعمل ايه. بس انا هروح اقول لانفانتينو، يعني اروح اقول لليويفا، اروح اقول للفيفا، انا عبيط، امشي يا عبيط يلا. ف الموضوع مش حلو، الكوره بقت مش ممتعه.